تفاصيل مكالمة زيزو مع هاني حتحوت، وزيزو بيعلنها رسميا: انا اهلاوي ورايح النادي الاهلي وهلعب كاس عالم انديه مع النادي الاهلي. الساعات الاخيره حصلت مكالمه ما بين زيزو وهاني حتحوت الاعلامي اللي احنا كلنا عارفين ان هو زملكاوي، اللي سال زيزو وقال له: ليه اخترت الاهلي يا زيزو؟ ليه ما اخترتش ان انت تروح الخليج؟ ورد زيزو كان صادم وحاسم وقاسي في نفس الوقت. قال له: انا حلم من احلامي ان انا اخد كاس العالم مع المنتخب، وحلم من احلامي ان العب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. لو رحت نادي من انديه الخليج ممكن العب معاهم كاس العالم عادي جدا، بس لما نرجع مش هيبقى فيه قوه تنافسيه، لكن النادي الاهلي هلعب معاه كاس عالم وارجع معاه انافس على كل البطولات المحليه والقاريه. حتحوت الزملكاوي قال له: طب انت مش خايف يا زيزو الزمالك لما يعرف يجمدك الشهر ونص دول؟ رد زيزو المره دي كان اقوى من الرد الاولاني وقال له: يا ريت يجمدوني يا جدع، ده انا يا ريت يجمدوني الشهر ونص دول على الاقل ارتاح واتمرن فيهم عشان ارجع بقى في شهر 6 بكامل طاقتي وبكامل قوتي. مش بس كده، زيزو مأكد ان بيان رحيله عن نادي الزمالك مكتوب ومتظبط، ما فاضلش بس غير ان هو ينزل لجمهور نادي الزمالك. زيزو اهلاوي 100% وهيلعب معانا في كاس العالم للانديه. اكتبوا لي رايكم بقى، عايزين زيزو لما يجي النادي الاهلي يلعب في مركز خط الوسط ولا يلعب في مركز الجناح؟ اكتبوا لي بسرعه.